في الموضوع. الاشاعه التانية بتقول ان هو اصلا كان ماشي في حاله بيبص يمين وشمال، يعني مش واخد باله منهم اصلا، فهم اللي ندعوا عليه انت بتبص ليه وايه اللي خليك تبص علينا ومش عارف ايه. انت فاهم طبعا، لاي حد بيعمل حاجه غلط بيبقى مفكر كل الناس مثلا ايه مرشده عليه، او مثلا انت طالما انت باصص لي كده يبقى انت هتتصل بالشرطه مثلا، لانه عارف ان هو غلط. فطبعا ضربوه قبل ما هو يفكر يعمل حاجه مثلا. فلازم كلنا طبعا نتكلم عن حق محمود، ولازم نطالب بحق محمود. يعني شاب زي الورد راح ضحيه بسبب شويه بلطجيه ما لهمش اي قيمه في الحياه غير انهم بس بيفسدوا شباب البلد. ما لهمش اي قيمه في الحياه غير ان هو بس بياخد فلوس مقابل ان هو بس بيدمر حياه بني ادم. ومش كده وبس، لا كمان ما بيعجبوش ان انت مثلا ممكن تقول له ما تقفش تحت بيتي وتبيع الكلام ده، ممكن يعني يعمل معاك مشكله كبيره يعني جامده وكبيره. وطبعا كلنا في شوارعنا اكيد كل واحد مثلا بيبقى فيه على قمه شارعه وفي حد بيبيع، في واحد مثلا واقف في اي حته، فانت حتى لو كلمته بتتكلمه لله لمصلحته، ولكن هو ما بيبقاش طبعا مقتنع بالكلام ده. ولكن يعني بجد يعني الواحد يعني بيتكلم لانه عارف انه في يوم من الايام ممكن يكون يعني مكان شاب شبه ده او غيره. يعني لان معلش طول ما انت ماشي في حياتك وهتقابل حاجه غلط في حياتك وما تتكلمش، فده في حد ذاته انت كده جبان. فلما تشوف حاجه غلط زي دي اقف وتصدر واتكلم، وما تقولوش يعني ما تقولوش انت واقف هنا، لا انت ما توقفوش اصلا تحت بيتك. سلام. وانا عارف ان الكلام ده ممكن يزعل ناس كتير قوي،